السلام عليكم. كنا اتكلمنا في الاستعداد لرمضان ان احنا نبدأ نشوف يومنا بيضيع ازاي، بحيث ان احنا نشوف ايه اللي احنا بنعمله في اليوم غلط بيضيع الوقت، ونبدأ ان شاء الله تعالى نبدله بحاجات تكون مفيدة وتكون في ميزان حسناتنا. ومش بالضرورة اللي احنا نعمله مفيد يكون حاجة دينية، او مثلا نقعد نقرأ قرآن طول اليوم او نقول اذكار طول اليوم، برغم ان ده ثواب كبير نؤجر عليه. لكن ممكن تكون حاجة في شغلك، ممكن تقرأ حاجة تخص مجالك. ممكن لو انت لسه في المرحلة الجامعية او في طالب، ممكن تبدأ تتعلم في لغة جديدة، ممكن تبدأ تقرأ في حاجة. يعني مثلا دلوقتي اسهل حاجة، انت عندك حاجة شغالة اسمها بطولة افريقيا، الناس كلها مشغولين بيها او اغلب الناس مشغولين بيها، والمنتخب عمل والمنتخب لعب، والماتشات، وننزل نروح تعالى نتفرج على القهوة، فننزل بدري نقعد هناك شوية. الواحد يفتكر ايام ما كان في الجامعة وكان يهتم بالحاجات زي كده، واصحاب الحلوين بقى والشلة الجميلة، ويلا ننزل نتفرج على الماتش. وكان ايامها ريال مدريد وبرشلونة ده كان ماتش ليه قيمة بقى، مش زي دلوقتي. وكريستيانو وميسي، ونروح قبل الماتش بساعتين ثلاثة عشان نحجز أول صف نبقى قدام التلفزيون فنشوف كويس. وعشان لما كريستيانو يجيب جون بقى تمد ايدك تسلم عليه، ولا ميسي يجيب جون فتخش تاخده بالحضن. وقاعد بقى اليوم بيضيع في الحتة دي، قبل الماتش بشوية وبعد الماتش بشوية انت بتحفل على صاحبك ولا هو يحفل عليك. وتيجي تفتكر اللي انت عملته، يجي اللي انا كنت عارف نفسي ده. في حين بقى مثلا تتفاجئ بعد كام سنة من التخرج، فلان صاحبنا اللي احنا نعرفه طشاش، ده الراجل ده سافر ايرلندا، الواد التاني سافر المانيا. طب الرجاله دي عملت ايه؟ لا ده احنا وقت ما كنا احنا بنضيع وقت، الناس دي كانت شغالين، اللي كان بيتعلم لغة، اللي كان بيذاكر، اللي كان بيعمل. فبالتالي ربك كرمه ولقى نتيجة اللي هو كان بيعمله، في حين انت كنت بتضيع وقت، فطبيعي ان انت هتكون متأخر عنه. هي دي الفكرة. الوقت اللي احنا فيه ده في العموم محاسبين عليه، وزي ما انت محاسب عليه، هو في نفس الوقت يا هيفيدك يا هيضرك. يعني انت محاسب عليه مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. اللي قاعد بيذاكر ويتعلم ويوصل لحاجة كويسة هيلاقي النتيجة دي في الدنيا، ولما يوصل في الآخرة ويتحاسب عن عمره فيما أفناه هيلاقي حاجة كويسة يقولها. وبرضه اللي بيضيع عمره هيتحاسب عليه مرتين، في الدنيا إن هو لا هيلاقي شغل كويس ولا هتكون وضعه كويس، وبرضه في الآخرة لما يقف قدام ربنا. الوقت حاجة مهمة جدا. الوقت هي أغلى حاجة في حياتك، لأن هي لو راحت ما بترجعش. لو خسرت فلوس ممكن تعوضها، لكن لو خسرت وقت ما بيرجعش.